شوفي الرجاله، شوفي جايب لمراته ايه، هدايا وحاجات غاليه، لا وبيسفرها ويفسحها. مش انتي اللي جوزك ولا جايب لك حتى حزمه جرجير؟ بس هو خدني فسحني فسحه حلوه في الصيف اللي فات واتبسطنا سوا. مسكينه، فسحه حلوه؟ ده كان وعدك بمصيف ورست على خروجتين مع اصحابها. الا ما افتكرت بهديه يوم عيد جوازك ولا عيد ميلادك، ولا جاب لك حتى طقم كوبايات. جاب لي هدايا، انا فاكره انه جاب لي هديه لما ولدت ابننا، بس هو اللي ظروفه صعبه بعد ما غير شغله القديم. ده جاب لك الهدايا ساعتها بس عشان يتمنظر قدام عيلتك وعيلته. شوفي بقيه الرجاله بيعملوا ايه لمراتاتهم. شايفه جوزها صاحبتك جاب لها ايه؟ هو انت اقل منها؟ هو فعلا ليه مش بيعمل زي الناس؟ انا اتظلمت في الجوازه دي. اللي حصل ده مش حوار عادي، دي مغالطة المقارنة. احنا بنقارن كواليس حياتنا اللي فيها تعب وتفاصيل بشاشة عرض حياة الآخرين اللي مش بنشوف منها غير اللي هم عايزيننا نشوفه. عشان تخرجي من الفخ ده محتاجة تقنيات نفسية تحميكي. تشيك ذا فاكتس. قبل ما تهاجمي زوجك اسألي نفسك، هو فعلا ما بيقدمش حاجة؟ ويا ترى الفكرة اللي في دماغك دي صح ولا الأدلة بتقول لأ؟ طبقي تمرين 3 في 3. اكتبي 3 أفعال إيجابية قام بيها جوزك حتى لو بسيطة، حتى لو قام رمى الزبالة. وعبري عن الحاجات دي ب3 جمل شكر أو تقدير واضحة سواء بالكلام أو برسالة.